السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع عمو يحيى وبودكاست جديد من سلسلة إزاي أذاكر. عمو يحيى Educational Coach. النهاردة نعرف إزاي أذاكر إنجليش مع هرم من أهرام اللغة الإنجليزية في ثالثة ثانوي، مستر حسن النجار. ازيك يا مستر؟ ازيك يا مستر؟ كيف الحال؟ ازيك يا عم؟ الله يبارك فيك. الحمد لله تمام. الله يبارك في حضرتك. يعني بنسعد بوجود حضرتك معانا المرة الثانية. ربنا يحفظك. الله يبارك فيك يا مستر. النهارده عايزين نتكلم مع طلبة 2024 ازاي اذاكر انجليش. ازاي اذاكر انجليش ده بيعتمد الامتحان جاي ازاي عشان اعرف انا هذاكر بالطريقه الصح ولا بالطريقه الغلط. ده اللي حاصل في امتحانات كتيره جدا، في مواد كتيره الطالب طول السنه بيذاكر بيتفاجئ بافكار كتير جدا مش موجوده من اللي هو درسه طول السنه. فانا عندي رقم واحد التشويسز، فسؤال التشويس ما اصبحش سؤال تقليدي اللي انا بذاكره بلاقيه، فبيجيب حاجات جدا بنسموها تراكميه، انا بسميها عندي بي بيرفكت. يبقى لازم اذاكر افكار من اولى ثانوي ما ظهرتش في ثالثه، زي الارتكلز عندنا مهمه جدا وبيجي عليها تشويسز وجاء قبل كده في 2022. تمام. ازاي اذاكر برضو؟ لازم عندي افكار كتيره في سؤال بانكتويشن بيترمي منها سؤال ساعات بيبقى بدرجتين، فالتشويسز ما اصبحتش بتاعت زمان اللي انا باخد منهج زي اكسل او سلسله هلو قبل كده، فالواد بيخش يذاكر بيلاقي اللي هو عارفه، فيبقى المدرس مطلوب منه ما يشرحش منهج ده 5-6 مناهج. يعني النظام الحديث عايز برضو شاب خبرته كويسه كمدرس، قاري كتير جدا وقاري امتحانات كتير ومثقف. اللغه بتاعتنا لازم تكون لغه ويل اديوكيتد، حاجه جميله، لازم تكون انت فعلا بيسموها انسايكلوبيديك، موسوعه المعرفه. اصل انا مش هبقى مدرس بدرس لغه انجليزيه او لغه عربيه او فرنش من غير ما اكون مطلع، لان عندي السؤال اللي بعده قطعتين فهم. فانا عشان اتكلم مع طالب قطع فهم لازم القطع مره يجيب لك قطع ساينتفك، قطع ابيس اوف ليتريتشر، فالموضوع برضو مش سهل حتى اقنع الطالب. ما شاء الله مستر، حضرتك دخلت في العميق على طول. ازاي يذاكر برضو عشان هو برضو يعرف هيذاكر ازاي. ازاي يذاكر؟ ما انا عندي بعد كده ترجمه، وممكن حرف يفرق معانا، الاعراب نفسه يفرق معاك، الجمله دي اكتف ولا بس. عندك جريت اكسبكتيشنز، الموضوع كبير. للاسف الرايتنج مهضومه، الطلبه بتاجلها لاخر السنه بمقدمه معينه ونهايه، فالموضوع للاسف يعني الانجليزي هو الاكاديميك يا مستر. ابننا ما بيخش اللجنه ويخش الامتحان كل حاجه احنا ورثناها من مدرسينا الكبار في المدارس بنوصلها له، اساتذتنا في الجامعه بنوصلها له. دي بتفرق بقى ان الطالب قاعد مع واحد سبيشالست ولا نون سبيشالست، تفرق بقى معاه. يعني ما ينفعش ننطق كلمه غلط، ما ينفعش نوصل للطالب معلومه غلط، ما ينفعش قص ولزق. ناس تعبانه في الكتب الخارجيه يجي حد يقص مذكره ويقول لك دي مذكرتي، ما ينفعش. فدي مشاكل بتقابل طالب ثانوي عام، ان هو للاسف ناس بتبسط له الدنيا، بتسهل له المشوار، والمشوار مش سهل. المشوار عايز كفاح، والواد يمسك القلم ويكتب ويحفظ عشان يعمل حصيله لغويه. انا تحت امرك في السؤال الثاني. ممتاز جدا. احنا حضرتك ان شاء الله زي ما قلت حضرتك دخلت في العمق. انا مش عايز اطول عليهم، بس هو لما يعرف المواصفات هيعرف يذاكر ازاي. طيب جميل. يعني المواصفات مش ان انا اقعد درس مع مستر حبيبي ساعتين بنحرق جرامر، وبعدين هنعمل ايه في الترجمه، وبعدين هنعمل ايه في قطع الكومبرينشن الجميله، طب هعمل ايه في النوفل. فانا لازم اكون انا مركز انا هوصل ليه في الاخر. تمام. فدي حاجه بتقابلنا، فانا طالما في مواصفات يبقى انا حصتي فيها المواصفات برضه. يبقى انا بديك جرامر واديك ترجمه، بديك ترجمه واديك كومبريهنشن، بديك كومبريهنشن وبديك. يبقى الواد داخل الحصه عارف انه متبهدل في كل الاسئله، مش ماسك جزئيه بطول فيها قوي، في الاخر هي 7 درجات جرامر. تمام تحت امرك. تمام. طيب عايزين نبدا كده نستعرض المنهج كام درس، او بيتقسم اليونتس مثلا، واليونتس فيها دروس ولا الدنيا عامله ازاي؟ والله احنا عندنا المنهج يعتبر 12 يونتس. تمام. بس اليونت بقى مليان، مش زي المنهج اللي قبله كان يونت وش وظهر ورقه وخلاص، كان 18 بس ده ضخم يعني. طبعا انا فرحان بالمنهج، افكاره كلها تنميه بشريه. كل 3 يونت بيبقى فيه واحد ريفيو او ريفيجن، ده الطلبه بتوع منها، يعني بيبقى فيه كلمات وافكار جميله. فلو حسبناهم بمرض الله نقولوا 16 يونت. انا بحترم اليونتس يا بنات يا اولادي يا حبايبي يا طلابي اللي فيها ريفيجن. اسمعوا كلام بابا حبيبك مستر حسن، خاصه الامتحانات الورك بوك ما ينفعش تخش اللجنه من غيرها. فانت للاسف معكش الكتاب مطبوع، فانت بتبص كده على ويب سايت الوزاره، تبص على منهجك، ولازم اعتمد كل هنا ابص على التكست نفسه كنوع من انواع المعرفه.
فيبقى كده المنهج كافكار هم ال16. بس انا عندي شعار يا مستر معلش، اتفضل. بقول للعيال المنهج مش هينفعنا الا في جمله تشويس، سواء فوكاب او جرامر. اللي هينفعنا حاصله لغويه عاليه قوي عشان مشكلتي في قطعتين الفهم، مشكلتي في الترجمه. فده كله مبني بناء في الاخر يوصلني للامتحان. عشان كده الانجليزي عقده كبيره قوي مع بعض الطلبه، مفكر ان هو جاست منهج واخش بيه اللجنه. لا للاسف مش محتوى معين. سليم. تمام. هل حضرتك ممكن تقول لنا ايه الحاجه اللي انا محتاجها كطالب ثالثه ثانوي اطلع بيها من اولى وثانيه؟ الطالب ثالثه ثانوي قلت لك هيطلع بحاجات كتيره من اولى، زي ده كفايه عليه درس الارتكلز. الثانيه الكونديشنال اف دي مهمه قوي، والكويشن تاج مهم قوي، درسين دوم تقال. وانا بقى دايما معلش انا ليا طقوس خاصه، بهتم بحاجه اسمها كونجنكشنز، بقولها بما يرضي الله في حصتين مثلا، تبقى حاجه بتميز عيالي، بتساعدهم في كل حاجه. تمام. بس احنا برضو حبايبي انا ضد ان الناس تهمش الماده. يعني عندي طلبه لغات كتيره جدا ومدارس محترمه ابنها مش بيقفل الانجليزي، يبقى الولد من كي جي 1 مصروف طوله ذهب، هو خد الموضوع برعونه باستهتار. فلازم نمسكهم القلم ويكتبوا. احنا الى الان بنسمع الفوكاب لازم يحفظوا، انما انا لما ابص كده بعينيا ما ينفعش. تربويا علمونا كده، ايدك بتحفظ، ايدك بشفايفك بتحفظ، يبقى انت لازم تنطق الكلمه. مدخلات كتير. فانت لازم عشان تمسك الكلمه وما تنساهاش لازم تبقى فيه اكشن في التعامل. يعني انا بنفعل مع الورقه، بنفعل مع السؤال. انا عمري ما اعرف واحفظ مثلا معادله الكيمياء لما اكتبها. مش العيال بتذاكر انجليزي على الهوا، فده اللي ايه عامل جاب بيننا وبين المنهج والولادنا. المشكله بيستسهلوا طريقه المذاكره. السؤال الثالث عندنا، يعني ممكن تصور لحضرتك لتوزيع المنهج على مدار السنه؟ توزيع المنهج على مدار السنه، كل مدرسينا الافاضل ربنا يحفظهم ويحميهم، بيبقى شهر 3 بيبقى فرصه جميله جدا المنهج يخلص. يعني شهر 3 يبقى انت حولت المنهج الى نظام امريكان، والطلبه عارفه نظام الامريكان او الاي جي كله براكتس. فانا اهم حاجه احل امتحانات كتيره، ودي طلب مني شهر 3 كله، 4 كله، وقدر 5. يبقى انا كده بدخل عيلي ب60 امتحان حلهم، يعني 120 قطعه، الاف جمل تشويسز، وكاب كتيره. بقى الامتحان فاميليار بالنسبه له، حاجه شافها ودرسها قبل كده، وما يخافش خالص. هو بيبقى تايه يا عيني اول السنه، انما لما بيحل امتحانات بيلاقي هي دي الفكره اللي ممكن يلاقيها متكرره معاه 3-4 مرات. يعني طلبه تبقى قلقانه، انا بذاكر وبنسى يا مستر، انا في امتحان التجربه جايب 20 من 50 يا مستر. اقول له ما تقلقش يا حبيبي، والله هتقفل، وادي له الثقه في نفسه. وفعلا بيقفلوا، لان مدرسينا الكبار اللي علمونا الطالب لما يخلص ماده زي الفيزيكس او الكيمستري او الانجليزي، سبحان الله دماغه بتبقى زي الالماس، خلاص بيعرف يقفل الماده ويستوعبها. والحاجه اللي كانت مزعلاه في شهر 8 يجي في شهر 3 خلاص هو خلاص عدى على الاصعب منها، بتبقى بالنسبه له سهله. فالموضوع ثقه، ويكون واثق في قدراته، ويعتمد اعتماد كلي على ربنا سبحانه وتعالى. ان ببذل مجهود او اكون راضي عن ادائي، بس ده المطلوب اثباته، يكون راضي عن ادائه. جميل جدا. تمام. طيب ده يعني نقدر نقول ان شهر 3 ده خط احمر لنهو المنهج؟ يعني ينهي المنهج. لا انا قصدي يعني ايه، امتى اقول كده خلاص ده الديت تايم ان انا اكون خلصت مذاكره فيه؟ يعني نقوله 10/3 بالكتير قوي ابدا احل امتحان، نص 3 نبدا مراجعه. كل مدرسينا حتى اخواننا في الارياف بنسمع عنهم كل خير بيخلصوا بدري، المراجعه بتنزل بدري قوي. حتى لو مدرسي نفسه مع احترامي ماشي ببطء مفيش مانع، يبقى هو شغال بخريطه، وانت كطالب بتبص على الامتحانات. في طلبه واعيه يا مستر بتبقى عندي وعند غيري، يبقى قاعد عندي في القاعه مع مستر فلان اخويا عادي، ودي لغه. يعني انا دايما لما كان ثالثه ثانوي تروح المدارس، والله بقول لك كده، اقول لهم المدرس رقم 1 مدرس الفصل، هيقابلك 5 مرات. بس لما المدرس عنده ضمير بقى بيديك فوكاب، يبقى انا بتسهل عليا المهمه. احنا الطلبه بتلجا للدروس دي يا مستر، كتاب المدرسه ما فيهوش براكتس، مش امتحانات. يعني المستر كنا بنقف في الفصل احنا اللي بنبدع ونبني جمل ونوزع ورق على الطلبه عشان الحصه نشغلها. فهي الفجوه بيننا وبين الفجوه بين الطالب وطالب تاني حل ياما ولا ما حلش. كل ما يحل معلوماته بتزيد، كل ما يحب يتفاجئ بكلمه جديده، ودي لغه بحر. فهي كل ما حل كتير كل ما زاد خبرته وثقته زادت في نفسه، تبقى امتحان عادي. يعني انا دايما بقول للعيال لما اقابلهم انا بستحضر النيه لله. ما شاء الله. النيه لله يا جماعه، اللي انت تطلع من اللجنه قولوا ان شاء الله، قولوا ان شاء الله كلكم تطلعوا، كلكم تطلعوا تدعي عليا.
مين لك لا مستر تعبتنا طول السنه والامتحان طلع سهل. ودي فرحتي ان هو يحس الامتحان بالنسبه له شيء عادي، ما فيش حاجه مفاجاه بالنسبه للامتحان من كتر ما حل امتحانات ياما. سليم. فاللي بيننا وبعض هو حل الامتحانات ان شاء الله. جميل جدا. طيب مستر حسن، ده بياخدنا بقى ازاي راجع. يعني حضرتك ترى ان الطالب خلاص خلص على نص 3 تقريبا او 10/3 زي ما حضرتك ذكرت، يبدا يراجع ازاي؟ منهجيته عامله ازاي في المراجعه؟ ازاي يراجع؟ ولادي حبايبي في طريقتين للمراجعه. مراجعه الطلبه الضعاف، تاني الضعاف، تالت الضعاف، او لا قدر ربنا شاطر وكان غايب فتره ما، ساعات الناس بتقول له يلا بينا نعيد شرح المنهج. دي انا ضدها. انا ضدها لان هتأذي كل المجموعه. ولو كان هو ضعيف كل المجموعه. يعني انا بستحرم ان المدرس يقف يحرق ساعه كامله بيعيد اللي شرحه في شهر 8 أو 9 ويدعي ان الطلبه ناسيه. ما ينفعش. قصدي حضرتك ان ياخد دول لوحدهم؟ يبقى دول المجموعه دي ياخدها لوحدها، والناس دلوقتي بقت حريفه اونلاين، فممكن هو ياخد فيديوهات شرح دي للجروب اللي هو الضعيف. تمام. انما عيالي حرام ان انا اعيد لها المنهج تاني، يبقى انا حرقت وقت على الفاضي. عامل زي مدرس معاه كوبايه كخبره كباه بيصبها تاني. الصح ما فيش حصه ريبيتد، لان العيال طبعا وقتها من ذهب، وانا معايا طالب شريحته شقيان والفكره خلاص هضمها وحل عليها كتير، عايز اشوف الجديد بقى. والاحلى بقى يا مستر لما احل امتحان كامل على بعضه، لان في طالب بيبقى في للاسف شاطر في يونت 1 بس، يونت 2 بس. عارف بقى لما تجمع له ال 12 يونتس الدنيا باظت منه. فده عايز بقى ان هو ايه، تضرب له جمله من هنا من هنا، يبقى هو فعلا دماغه تسخن، يبقى اتدرب ان هو لماح يجيب الجمله من اول. وانا دايما في مراجعه علوم اهم يونتس اخر يونتس، اهم يونت 10 11 12، لان وضع الامتحان بيبقى عينه على اخر يونتس. مش كل الناس بتفنش المنهج صح. تمام. ساعات ناس بتستعجل عشان تقول يلا بينا على المراجعه. واحنا بيني وبينك مفيش حاجه اسمها مراجعه، في حاجه اسمها حل امتحانات على طول. وده السيستم الصح صدقني. حل امتحانات على طول، ده حل على طول. مثلا حاجه زي جرامر مثلا يقرا ملخصات لها، او يعني بيبقى في سيستم. يعني انا كنت دايما نقول لاولادنا هنذاكروا تيونتس، تمام، حضر لي التيونتس، حلو الكلام. وبعد كده بعمل ساعه تيونتس، بجيب كل افكارهم كبراكتس برضو تاني. شغل الطالب بقى نفسه. وبعد كده نعمل اوفر اول فيو، نظره شامله على الامتحان. يعني قصدي حضرتك انه يذاكرهم هو الطالب يعمل يشتغل تاني. مش هفضل عايش طول عمري مع التشويس يا مستر. انا عندي افكار تانية في المنهج زي الكومبريهنشن لازم يحل ايام. ما احنا هيجي لنا بقى ده في ده في اللي جاي بقى ان شاء الله. اللي جاي بنسال حضرتك على بقى مفردات الامتحان. يعني احنا عندنا مثلا رايتنج، عندنا كومبريهنشن، عندنا جرامر. تمام. تمام. وفي فضل ايه ترانسليشن مثلا، عندنا جريد والنوفل. تمام. ممكن حضرتك تكلمنا عن حاجه بقى بدول؟ حاجه احنا التشويسز مقدور عليه، الطالب هيحلها ان شاء الله من كتر الحلول ومن كتر مذاكرته المنهج. طيب يبقى عندي مشكله كبيره اللي هي قطع الكومبريهنشن 16 درجه ياما، دي بتعتمد على الحصيله والثروه اللغويه بتاعته. فهو يبدا من النهارده يأهل نفسه، كل ما يلاقي كلمه غريبه يحاول يحفظها. تمام. يبقى انا ببني 2 يحاول يدرب نفسه حتى اسبوعين على قطعه واحده قطعتين. تمام. هيلاقي الدنيا بدات تتظبط معاه كويس قوي. تمام. فاللي احنا بنعمل حصيله لغويه عشان الجزئيه دي. جميل جدا. اما الترجمه بتيجي تشويسز. بس انا دايما بعلم عيالي يمسكوا القلم حتى في الترجمه، بقول له ان شاء الله يعني ترجم وانت بتكتب، ولما تبص ما تحلش التشويس. يعني حاول حتى تجربها بايدك الاول، وانت عشان شاطر وممتاز ان شاء الله تلاقي اللي انت كتبته موجود بالنص في التشويس، فمش هيلعبك، مش هتبقى انت متردد. تمام. الرايتنج كقضيه الناس ما تنفعش تاجلها لاخر الشهر، لازم النهارده يبص على اي تايتل ويمشي القلم حتى 5-6 سطور، يبدا يطور نفسه شويه بشويه. احنا لما رحنا التصحيح يا مستر والله زي ما انا بقول لك كده، كان الولد يبقى كاتب صفحه كامله وزميلي يديله 2 من 6 و3 من 6، يقول اصل الولد ده حافظ اسطمبه، لو الموضوع جاي يمين يكتب كذا، الموضوع جاي شمال يجي كذا. فالمدرسين خلاص يعني خبرتهم حلوه، ما ينفعش انا اسويه بطالب كاتب كلام بيرفكت، مفيش سبيلنج ميستيكس، مفيش جراماتيكال ميستيكس، فالدنيا ماشيه بيرفكت. ودايما بغيظ انا الطلبه اقول لهم دايما المشكله مش في المدرسين ولا المشكله في المنهج، المشكله فيهم كطلبه. في عيال شقيانه وجدعه وماشيه على القبله، في عيال يا مستر بتيجي القاعه عندنا بتنام، تبص له تقول له ولا انت علم رياضه؟ تزعل انت من كلمه ولا حبيبي انت علم رياضه؟ هيقول له يا مستر، يقول له مطبق يا مستر، فعلا مطبقه. اقول لك على مفاجاه، في طلبه عندنا شغاله، بيبقى شغال وبيذاكر بعد الدرس ورجوله في قعدته. ان شاء الله. والله في عيال جميله، حتى انا بقول لهم الحلوين ياما والشطار ياما. لما يقولوا طب
لا الاف الطلبه بيتنافسوا على الطب. صحيح. هندسه الاف الطلبه، والنهارده ربنا كرمنا بكليتين عظام، كمبيوتر ساينس حلوه والارتفيشال انتليجنس، وفنون جميله بقى لها مجالات جميله. فربنا كرمنا كل الكليات جميله، بس عايزه طالب يحاول ما يجيش اخر السنه ياثر رقبتنا وياثر رقبه باباه، الحقني ده انا عندي ملحق في كذا، انا جايب كذا. ما ينفعش، انا لسه فوق السنه وربنا كرمكم بالراجل المحترم عمو يحيى. الله يبارك فيك. والراجل ده بيسعى سعي غير عادي ان هو يحاول يوصل لقامات كبيره في كل ماده، كل مدرس بيتكلم عن خبرته، فدي ثروه انتوا لا تتخيلوها. ودايما احنا بنقوله دوم ناس عاملين برامج تنميه بشريه، لان حاجات غابت كتيره. احنا كنا في المدارس زمان لما كنا نحضر كل مدرسين اساس ده في التنميه البشريه، مدير المدرسه يخش يجيبوا لنا شيخ يقف في طابور الصباح يدينا كلمتين لله، يجيبوا لنا استاذ جامعه يتكلم في كذا وكذا. ان شاء الله. والله مدارسنا جميله، بس الكثافه السكانيه والتعداد السكاني والحوارات الاقتصاديه اللي احنا فيها خلت ان في حاجات غابت عن حياتنا. فاحنا بنحبهم ونفسنا يكونوا احلى مننا مليون مره. هم زي الذهب بسم الله ما شاء الله. وعلى فكره انت بتكلمني النهارده وانا امبارح كنا في مكتبه الاسكندريه. أيوة. وكنا بنكرم اوائل اسكندريه، وهما كان فعلا درجتين منهم كان اول جمهوريه. والله صدقني الحاجه اللي فعلا ابهرتني جدا ان سياده المحافظ قبل ما يكرم اوائل ثانويه عامه كرم اوائل المكفوفين، مدرسه النور والامل عندنا في اسكندريه، وكرم كمان اللي بيعانوا من مرض الاوتيزم التوحد. فانت النهارده زميلك مكفوف ملوش عين واجتهد وتكرم المحافظ. النهارده زميلك بسم الله ما شاء الله جينيوس، وربنا سبحانه وتعالى يعني حرمه وده ابتلاءه من نعمه العين، فاكيد ربنا رزقه البصيره. وتلاقيهم وعندنا نماذج في الازهر كرموه امبارح، وما ادراك ما الازهر يا مستر. ما شاء الله. الازهر بيعانوا، الواد في سنهم حافظ كل القران الكريم ومواد الشرعيه زائد كذا وعيال شقيانه. فما يجيش طالب ثانويه عامه معاه مدرسين موهوبين ومؤلفين كتب خارجيه موهوبين واب وام مكافحين، وانت تكون العنصر الوحيد الفاشل في المنظومه، فيشد حيله شويه. سليم. طيب احنا عشان ما كناش عن النوفل، ازاي طالب يذاكر النوفل؟ النوفل هياخدها اوفر اول فيو، نظره شامله، بيبقى لها سمري، وبياخدها كاكشنز كاحداث عشان يعيش كده ويحفظ اسامي الشخصيات كويس جدا جدا، وفي الاخر مبروك عليا وعليك بيجيبها كريتيكال ثينكينج، رايك في الشخصيه ديت، رايك كده هيتحسب له درجه. يعني انا دايما كنا في سؤال الكومبريهنشن زمان والنوفل، اول ما نسمع كلمه وات دو يو ثينك ما نقراش اجابه الطالب، تاخد الدرجه كامله، لانه قال كده صح، قال ما قالش كده صح. فدي بتسمى كريتيكال ثينكينج، تديله خبره ان هو يقرا كويس الاحداث ويكتب باسلوب. طيب مستر حسن، الكلمات تنصح الطالب يعمل ايه في الكلمات؟ كتير من الاولاد بيعانوا مع حفظ الكلمات. اقول لك على مفاجاه، اتفضل. الطالب ده لو متاسس في اولى وثانيه اصعب يونت في ثانويه عامه هم 20 كلمه اللي بيتعملوا دوائر على السبوره، صدقني. فاحنا بنملى المذكرات وليه والمدرسين الواد بيبقى ضعيف فبيديله فوكاب كتير. انا عشان برضو نخلص ذمتنا مرة بنعدهم له، كفايه عليك 100 كلمه بس هو بيزود كلماته بقى من ايه؟ من الترانسليشن اللي بتقابله، الكومبريهنشن بتقابله، الباسجز اللي بيقدرها كتير، فبيزود حصول بس بالكتابه بالسبيلنج، يحفظ بالكتاب. زي ما انا قلت لسيادتك احنا اتعلمنا كده، الحواس كلها بتحفظ، ما حدش يضحك عليك ويسهلك الطريق ويقول لك اجيب الجمله بالسنس وانت بص بالجمله وبالاحساس. الكلام ده ما ينفعش خالص. احنا مش شغالين بالاحاسيس، احنا شغالين ناس بروفيشنال. انا ببقى طالع متاكد ان الجمله يا مستر بتساوي، مش عايزين نتكلم، بتساوي ياما قوي. احنا عشان الواحد بس بقاله 30 سنه وشعره شاف في المهنه ديت، احنا اكتر حاجه كانت بتقهرنا الاقي ولد جايب 97% ومرمي في كليه علوم، كليه محترمه وعظيمه، سواء كان نفسه بقى في صيدله وطب اسنان وكذا، صح ولا لا؟ النهارده زميله في نفس سنه عشان معاه هو يا ربنا يزيد يعني من اموال، كان ب 85% بيخش جامعه خاصه يبقى دكتور ده، فديت بتقهرنا كاولياء امور برضه. فانا عندي الجمله مكلفه، يبقى الواد نفسه في طريق، الواد هو شايف نفسه مش مهندس، غير كده هيبقى كومبليكيتد. فاحنا عايزين نساعدك تحقق هدفك، مع ان النهارده ربنا كرمنا بكذا بديل لكليات كتيره زي ألسن، اداب انجلش، تربيه انجلش، كل الكليات حلوه، بس في طالب بيبقى شايف نفسه في هندسه، فدي اللي بتقهره وزعله شويه. مستر حسن، بالنسبه للسؤال المقالي اول مره يتطبق 2023 تمام، رؤيه حضرتك هل السؤال ده كان في مصلحه الطالب؟ وهل ترى ان هو هيتطور السؤال المقالي اكتر من كده؟ لا، هو الصراحه من ناحيه مصلحه الطالب من مصلحه مصر كلها. جميل جدا. مصر كلها كان لازم يكون فيها مقالي.
عشان احنا لما قلنا مفيش مقالي طلع الطلبه مش عارفه تكتب. انا بعتمد ان هي تشويسز وقاعد يعمل لي بابل شيت وخلاص. طب انا اطلع محامي ازاي؟ هكتب روشته ازاي كطبيب؟ انا كصيدله هقرا اللي مكتوب ازاي؟ طب كويس. بالنسبه للانجليزي عندنا سؤالين مقالي، جريت اكسبكتيشنز دي مقالي النوفل وده كمان جميل قوي، بلس طبعا سؤال الرايتنج اللي هو كان زمان بيكتب حوالي 200 كلمه يعني حوالي 20 سطر مثلا. تمام. احنا النهارده الوزير حدد اللي هم ال6 لاينز بتوعنا يبقى 6 سطور، خليهم 7 خليهم 8 ما تزودش زي ما هو مطلوب عشان الكلام بيتاخد كسكانر، فيبقى انت كلامك كم تو ذا بوينت، ما تطولش على الفاضي ما ترغيش يعني. مستر في ناس كتير بقى بعتها تقول ايه اجيب كام كتاب احل منه. هل الطالب محتاج لكذا كتاب فعلا يحل منه؟ هو الصراحه انا عن نفسي بقول للطلبه يا ريت تشتري كتاب خارجي عشان يحس بقيمه البوكلت اللي انا عطوله. تمام. فهو الكتاب خارجي واحد يكفي. واحد يكفي، وممكن عشان انا ما اتشتتش مش هيقرا على كتابين مثلا. ما عندوش، لان كل الكتب مبدعه يعني. اخواتنا الزملاء الافاضل ربنا يديهم الصحه كلهم بيتنافسوا في الكواليتي ويتنافسوا كمان في المعلومه، فكله زي يعني كله جميل الصراحه. يعني ما اقدرش نفضل كتاب عن كتاب، كلهم اصدقائنا واخواتنا وعاملين محتوى جميل جدا. المستر بقى اللي بيشتغل من كتاب بيزود اللي انا قلت عليه، بيجيب حاجات بيسموها بعض الزملاء يقول لك تراكمي، انا بسميه بي بيرفكت، بتبقى يونتس كجرامر قديمه بيزودها، افكار في اولى في ثانيه لازم الواد يبص عليها، مدرسه ان شاء الله يساعده في القصه دي. جميل جدا. يبقى انا برضو معايا البوكلت بتاع مدرسي ربنا يديله الصحه، ومعايا كتاب خارجي ان انا زي GPS كده انا ماشي صح ولا غلط. جميل جدا يا مستر. طيب يعني ختاما حضرتك كلمه توجهها الله يبارك فيك، ربنا يحفظك يا رب، كلمه توجهها لابنائنا طلبه 2024 بخصوص الانجليش. والله انا بتكلم مع ماده مستقبل يا مستر، يعني بخش للطلاب اقول لهم من علم علوم ورياضه يرفعوا دموع، له انت مش محتاجني اقنعك ان انت كلها شهور هتدرس سواء طب اسنان صيدله ان انجلش. انجلش از ذا فيوتشر، ولما تطلع من بلدك لازم تاخد ايلتس عشان تتوكل على الله وتسافر. مش هتطلع من مصر الا بشهاده محترمه اللي انت فعلا بيرفكت في الماده دي. اما اللي بحبهم وتاني بحبهم هم فاهميني غلط، طلاب ادبي. طلاب ادبي انا كنت ادبي ومعايا لسانس بسيط خالص، لسانس تربيه لغه انجليزيه، خدت لسانس لغه انجليزيه فيما بعد. يعني انت تبص ان خريج تربيه مين نفسه يطلع مدرس يا اولاد ولا قادر في ايده يا مستر والله. لكن احنا يعني ناس لا والله، ربنا كرمنا من قسم التربيه لغه انجليزيه واشتغلنا وربنا الحمد لله وسع علينا. فانت شايف النهارده ان طالب ادبي كليات القمه بتاعته مرتبطه باللغه الانجليزيه. عايز ألسن يا جماله، ولو ألسن الماني يا حلاوتك كمان. تعال بقى الناس اللي شغاله في شركات دلوقتي كول سنتر يقول لك انا راتبي كذا اعلى من خريج صيدله والله يا مستر ان شاء الله. يعني ربنا يزيدهم. النهارده انا نفسي اخش تربيه انجلش جميله. عايز ايه كمان يا مستر؟ اداب يا سلام، لا قدر ربنا تجاره انجلش تمام، عندي حقوق انجلش، سياحه وفنادق كمان. اتفاجئت عين شمس ان علم النفس عايزين درجه الانجليزي، فاصبح طالب ادبي كل كليات القمه درجه الانجليزي كام؟ فازاي انت ما يبقاش طالب ادبي يوميا بذاكر ساعتين انجليزي؟ لان ماده فعلا عايزه تراث، عايزه خبره. الوزير بيعامل الطلبه ان هم 12 سنه في الماده، مش ماده مثلا جديده عليك. يعني ممكن انا ادبي افكار علم النفس باب اول مره اسمع عنه في تاريخ ثانويه عامه، يعني ما عندهمش التراكمات بتاعتنا، انما انا بتعامل الانجليزي زي العربي. يعني مدرسين عربي اخواتنا حبايبنا بياخد النحو يا مستر من اول ما قالوا يا اعراب لغايه ثانويه عامه. شوف مدرسينا الافاضل واخدين كل حاجه كتراكمات. صحيح. فيا حبايبي الانجليزي مش ماده ان انت تستهتر بيها، تاخدها بجديه، ما تديش وشك للرياضه فقط وعايش وهم الفيزياء فقط او الكيمياء فقط. اسال زمايلك اللي في الكليات يقول لك خلي بالك الثلاث لغات اهملتهم فنزل، ولكنك عملت حاجه. مش هيفرحني ان انا جايب 60 من 60 فيزياء والعربي نزلني، مش هيفرحنا 60 من 60 كيمستري والاقي اللغه الثانيه منزلاني. فالشاطر يبقى في السبع مواد بتوعه. تمام. كل سنه طيب. جزاكم الله خيرا، شكرا لحضرتك. اتمنى حبيبي اكون فدتكم وبحبكم. كان معاك بابا حبيبك مستر حسن ندى. كل سنه طيبين. باي باي. ان شاء الله نستمر باذن الله مع بعض في بودكاستات ازاي اذاكر، وانتظرونا. كنت مع عمو يحيى.